طلاب الفلسفة والمنطق أولى ثانوي، أهلا بكم. معكم نادر الدسوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله إحنا بنكمل سلسلة الشروحات الخاصة بالفلسفة والمنطق، وتقريبا الدرس الآخر اللي قبل الأخير أو المهارة اللي قبل الأخيرة في الفلسفة، والمنهج كله بتاع الترم بتاعي يخلص، ألا وهي مهارة الحوار. ايه هي مهارة الحوار؟ هنعرف دلوقتي. طبعا احنا اتكلمنا تدريجيا عن مهارة الشك وانواع الشك، سواء الشك المذهبي او الشك المنهجي، واتكلمنا عن النقد وعرفنا يعني ايه مهارة النقد وايه هو النقد الضعيف والنقد المحكم او القوي. النهاردة هنتكلم عن مهارة الحوار، ازاي نحاور الناس. ولكن قبل ما نتكلم عن مهارة الحوار، ادخل يا بخيل اعمل لايك للقناة وفعل زر الجرس، عشان الفترة الجاية كل يوم هينزل محاضرة مراجعة نهائية خاصة بالفلسفة والمنطق إن شاء الله. مش هتزيد عن 20 دقيقة على أساس تقدر تسمعها، ومش هتحتاج تطلع من بيتك لا عندي ولا عند غيري. تابعني على القناة، مش هتحتاج أي حاجة. أسفل الفيديو هتلاقي جروب التليجرام، وهتلاقي في اخر الفيديو ده اللينك الخاص بقنوات او قائمة التشغيل. ادخل اسمع فيها كل المحاضرات والمراجعات السابقة ان شاء الله. تعال نتكلم عن مهارة الحوار. ازاي نتكلم مع الناس، ازاي نتحاور مع الناس. يا ترى في حوار ايجابي وفي حوار سلبي؟ يا ترى الحوار ده ليه خصائص وليه شروط وليه كذا، ولا الامور ماشيه كده سبهلله وخلاص؟ لا، كل حاجه ليها نقاط مهمه ان شاء الله هتكلم عنها بشكل بسيط. اولا مهاره الحوار، تعال نقرا ونحلل كل كلمه مكتوبه. مهاره الحوار زي ما ظهر قدامك على الشاشه هو الجدل مع الآخرين، إن أنا بتكلم مع الآخرين، فن المجادلة. نادر وعلي، نادر بيتكلم مع علي، نادر عايز يقنع علي وعلي عايز يقنع نادر. نادر عنده أدلته وعلي عنده أدلته. نادر بيعرف يتكلم وعلي بيعرف يتكلم، وكل واحد عايز يكسب الآخر أو يجيب التاني في صفه. فن المجادلة باحترام، لأن في حاجة سلبية. وهو الجدل مع الآخرين، يعني المناقشة مع الآخرين. بتكلم مع الناس واحد وواحد بيتكلموا مع بعض بشكل إيجابي، لا فيه لا سب ولا شتم ولا انت حمار ما بتفهمش ولا انت هتعمل لي فيها مش عارف ايه، لا. وهو الجدل مع الآخرين بشكل إيجابي بهدف الوصول للحقيقة. أنا بناقش حضرتك عشان نشوف هل أنا اللي صح ولا أنت اللي صح. يعني دايما فن المجادلة والحوار يا جماعة بيحصل ما بين المناظرات. عارفين المناظرات العلمية؟ المناظرات العلمية هتلاقي مثلا واحد عنده فكرة وواحد تاني. يعني مثلا مناظرة مثلا ما بين مين؟ ما بين مثلا شيخ وقس مثلا، ناس علماء في الدين الإسلامي وناس علماء في الدين المسيحي. خلاص، كل واحد بيحاول يقدم الأدلة باحترام وبيتبادلوا الأفكار، وفي الآخر واحد فيهم بيطلع مقتنع والتاني بيطلع يعتبر منهزم، بس منهزم باحترام وبأدب، ما فيش أي مشكلة. زي المناظرات العلمية، زي مثلا الجماعة العلمانيين مثلا والجماعة مثلا الإسلاميين. مناظرات أفكار معينة، اتنين بيقعدوا كده زي ما بيجي في القنوات الإعلامية، تلاقي مستضيفين ضيفين، ضيف كذا وضيف كذا، ضيف أهلاوي وضيف زملكاوي. خلاص، بينظروا بعض، كل واحد بيقدم أدلته وبراهينه. هو الجدل مع الآخرين بشكل إيجابي بهدف الوصول إلى حقيقة شيء أو موضوع ما. عشان نوصل، احنا بنتناقش انا وواحد عشان نوصل لهدف معين. نوع الحوار، انا عندي نوعين من الحوار. ركز بقى معايا، خد بالك عشان تقدر تفرق. الشك انت متردد، النقد انت بدأت تطلب ايجابيات وسلبيات ونقط القوة ونقط الضعف والادلة والبراهين. الحوار انت بتتكلم مع الناس واحد وواحد. طيب نوع الحوار، أنا عندي واحد، الحوار الإيجابي. إيه هو الحوار الإيجابي؟ أكيد حاجة حلوة، أكيد اتنين بيتكلموا بكل أدب وبكل احترام وبكل ذوق. الحوار الإيجابي هو تحاور بغرض تبادل الآراء
للتوصل إلى الرأي الصواب. انت بتكلمني وانا بكلمك، قاعدين قصاد بعض، عايزين نوصل للحقيقة، مش عايزين نفرض نفسنا على بعض، مش عايزين نطلع مين البرنس ومين الغبي، لا مش في دماغنا. احنا بنتحاور انا وانت عشان نشوف انا اللي صح ولا انت اللي صح، ولو انت صح همشي ورا كلامك، ولو انا صح تمشي ورا كلامي، واحنا حبايب. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود ايه؟ قضية. انا وانت حبايب. توصل للرأي الصواب والتوافق بين الطرفين المتحاورين حول حقيقة ما أو إقناع إحداهما الآخر بالصواب أو الإيه؟ أو الخطأ. زي أنت وزميلك كده تقول له بس تعالى كده كلمني، أنت عملت حاجة امبارح وأنت عملت كذا، طب تعالى نقعد مع بعض ونشوف يا عم مين الغلطان فينا. انا بتكلم وهو بيتكلم، في الاخر بقول له عن حقك عليا وانا فعلا كنت غلطان، والتاني يقول له لا وانت حقك على راسي، احنا اصدقاء ما فيش اي مشكلة وانا مسامحك. هو ده الحوار الايجابي. في حوارات بقى انت كذا، لا انت انت ابن 60 كذا، انت اللي ابن 60 هو عليك احنا مش عايزين نوصل الموضوع للحتة دي. ده بقى الجانب التاني بقى اللي هو الحوار السلبي. بس قبل ما اقوله مثال على الحوار الإيجابي: تناقشت مع صديقك حول أهمية السفر، وكان رأيه مخالفا لك ومدعما بأدلة، فقبلت رأيه. بص، دايما في الحوار هيجيب لك يقول لك انت بتتناقش انت وحد، بتتكلم مع واحد يعني انت بتقول له انا عايز اسافر، هيقعد يقول لك والله السفر ده كذا، طب ما انا عايز فلوس بس خد بالك دي غربة، بس الفلوس بتاعته حلوة، والله انا شايف ان انت ما تسيبش ولادك عشان كذا. فواحد فينا بيحاول يقنع مين التاني بأدب وباحترام وبمجادلة إيجابية وليست سلبية. طيب، 2، الحوار السلبي. ده بقى انا بسميه الحمار، مش الحوار، الحمار السلبي. الحوار السلبي وهو تحاور بغرض تسفيه الرأي الآخر. انا بقول لهم بص تعالوا هقول لكم، تعالوا كده انا هكلم الواد دلوقتي وهظهر لكم انه حمار، ده على فكره ما بيفهمش حاجه، انا هقعد دلوقتي اضحككم ايه عليه. خد بالك، لو اتغريت في يوم من الايام اعرف ان ربنا قادر يهدك. اوعى تتكبر على حد او تحاول تسفه او تقلل او تضعف حد قدام الناس وتضحكهم عليه، لان كما تدين تدان، كما تدين تدان. قبل ما اكمل الجزئيه دي، انزل يلا يا بخيل اعمل لايك تحت، اعمل لايك واكتب لي تعليق كويس. لو بتفهم مني، مش بتفهم مني اكتب لي برضو تعليق، ومش كويس عادي مفيش مشكله، كلمني زي ما انت عايز. هنا بيقول لي وهو تحاور بغرض تسفيه، يعني ان انا اقلل الطرف الاخر، تعالى ضحككم عليه، ده احمر، ده ما بيفهمش، ده غبي، تعالى بس كده ونعرفكم بجهله كده. على فكرة اللي دايما بيستقل بالناس ربنا بيهده زي ما قلت لكم. تسفيه الرأي الآخر بأي وسيلة من الوسائل اللغوية والتلاعب بالألفاظ، عمال ألعب بالألفاظ واكذب وغش عشان في الآخر أقلل من اللي قدامي وأبوظ أخلي الحق باطل والباطل حق. والتلاعب بالألفاظ دون الالتزام بأخلاقيات الجدل. أخلاقيات الجدل لازم تحترم اللي قدامك ولازم تقبل وجهة نظره. انت لا احترمت اللي قدامك ولا بتحترم وجهة نظره، ده انت داخل تقل أدبك عليه، ده انت داخل تضحك عليه الناس، ده انت داخل تقلل منه. اوعى. لازم نلتزم بأخلاقيات الجدل وآداب الحوار الهادف للوصول للحقيقة. احنا لازم نكون محترمين واحنا بنتكلم مع الناس. حتى ربنا قال ايه؟ وجادلهم بالتي هي احسن. صح؟ وجادلهم بالتي هي احسن، بالحسنى. اوعى يا رسول الله تتكلم بشكل، طبعا احنا عارفين الرسول وما ينطق عن الهوى، بس ربنا برضو بيأكد، والرسول بيأكد للبشرية. شوف النبي كان بيكلمه كويس، لازم ان انت تكلم الناس برضو كويس، حتى لو شتمك الله يسامحك، على دماغي، جزاك الله خير. طبعا ما حدش هيعمل كده، انت بتهرج يا مستر بالجزمة. طيب نكمل. مثال:
شو المثال الصغنون ده بيقول لك ايه؟ في اي البرامج الحواريه قام الضيوف بالتشاجر مع بعض بسبب اختلافهم في الراي مع عدم وصولهم الى اي نتيجه مقنعه. دايما تلاقي في البرامج الحواريه كده، التيك شو والكلام اللي على التلفزيون ده، تلاقي واحد مستضيف اتنين، ده بيقول كذا ده بيقول، مسكوا في بعض، انت حمار ما بتفهمش، ده انت اللي غبي، وبالجزمه وبالشيب. وشفنا حاجات زي دي كتير. شفنا احد الاعلاميين كب ميه على التاني وقام ضربه وقاموا مسكوا في بعض، وانت حمار وانت ابن كذا وانت ابن كذا. اكيد مليون في المية عمره ما هيكون حوار ايجابي، بل هو حوار سلبي. تمام يا مستر؟ يبقى مهارة الحوار دي المجادلة ما بين اتنين بشكل ايجابي، بيتكلم مع واحد بشكل محترم، كل واحد بيحاول يقدم ادلته على اساس في الاخر نوصل للحقيقة في حوار ايجابي، اللي هو بتكلم مع الناس باحترام وبأخلاق. الحوار السلبي أنا بقلل من الناس. طيب تعالى نتكلم عن خصائص الحوار الفلسفي. ايه هي خصائص الحوار الفلسفي؟ لا، الحوار الفلسفي في شروط معينة، في خصائص معينة لازم نمشي عليها واحنا بنناقش حد. سواء انا داخل مناظرة مع معلم تاني، بيقولوا المعلم ده احسن من نادر، وناس بتقول لا ده نادر احسن منه، طب تعالى ندخل مناظرة محترمة مع بعض. هل في واحد فينا بيقدم معلومات غلط ولا لا؟ فقعدنا مع بعض قدام الناس كلها. في شروط لازم تكون ماشية علينا احنا الاتنين، او خصائص. واحد، وجود طرفين، نادر والمعلم التاني، تمام، اللي بيشجع الاهلي واللي بيشجع الزمالك، مناظرة ما بين مسلم ومسيحي، او بين شيخ ورجل علماني. وجود طرفين او عدة اطراف، ممكن مجموعة ومجموعة، زي عارفين مدرسة ومدرسة او فصل وفصل مثلا. يقبل كل منهما وجود الآخر، لازم تحترم الآخر. أنا بحترمك يا نادر وأنت بتحترمني، الاختلاف لا يفسد للود قضية، أنت حبيبي وأنا حبيبي، بس إحنا بنتناقش على وجهة نظر أو على موضوع معين، لكن أنت هتفضل حبيبي. كل منهم يحترم وجود الآخر ويحترم آراءه ووجهة نظره، مهما يقول هقول له وجهة نظرك تحترم. أنت قول كذا، أنت وجهة نظرك تحترم. انا بحترم وجهة نظرك، بحترمها بس مش لازم أنا اقبلها، بحترمها بس مش لازم أن تكون صح. يبقى لازم يبقى في احترام متبادل، ده اول حاجة ما بين الطرفين. انا قابلك وانت قابلني، لا لا انا اقعد مع ده، هو ده اصلا شخصية اقسم بالله ما اقعد معه، يبقى انت كده مش محترمه. فبالتالي لو قعدت معه مش هتحترم وجهة ايه نظر اللي انت نظر باصص له كده بقرف. طيب، واحد. اتنين، رغبة كل طرف التواصل العقلي مع الآخر، أو التواصل العقلي مع الآخر دون تعصب في الرأي. قبل ما نقعد خالص خد بالك، حط على كلمة التعصب دي دايرة. في ناس بتبقى قاعدة وفي دماغها عندها جمود فكري، يعني دماغها ناشفة، يعني قول يا ورور، قول يا فجل، اخطب زي ما انت عايز، اللي في دماغها هيفضل في دماغي. لو انت داخل مناظرة وانت ناوي يكون دماغك حجر وما تغيرش رأيك، الافضل ما تدخلش. زي بالظبط انا داخل مناظرة مع واحد بيشرب سجاير، خلاص، فعمال هو كده كده يقول لك بص مهما تقول انا مش هبطل السجاير، بص السجاير وحشة وحرام وبتخرب بيتي بس برضه هشربها مزاجي. طب انت داخل معايا مناظرة ليه؟ انت كده كده داخل كده متعصب. يعني ايه متعصب؟ يعني متشدد، يعني متشبث، يعني متمسك برأيك، فمهما اتكلم يبقى الافضل بلاها منه، صح؟ فهنا بيقول لي لازم لما تيجي تقعد في قعدة يبقى عندك وعي ان انت ممكن افكارك تكون غلط، فقابلة للتغيير وليست فيها جمود ودماغك حجر متعصبة. تمام. رقم اتنين، ايمان، مش البت اللي اسمها ايمان، لا، ايمان كل طرف بان الحوار هو الاطار الموضوعي الذي نمارس فيه حريتنا ونستبعد فيه اي احكام مسبقة او رغبات ذاتية او مواقف متحيزة. عايزك تحط خط تحت التلاتة دول. اولا حاجة موضوعية، الكلمة دي حط عليها دايرة، واحكام مسبقة، ورغبات ذاتية، ومواقف متحيزة. بص انا داخل معاك، هتحاور معاك بما يرضي الله على حاجة معينة، لازم اكون انسان موضوعي.
عكس الموضوعية الذاتية. بمعنى الإنسان الذاتي يا جماعة اللي بيخضع لميوله ورغباته وعواطفه ومشاعره. انسى الكلام ده، اوعى تمشي ورا ميولك وعواطفك ورغباتك ومشاعرك وميولك واتجاهاتك. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا عرفت ان انا جاي احاور شخص ما، والشخص ده اصلا كان من بلدي من زمان، وكان فيه مشاكل بين عيلتي وعيلته على ورث على حاجة معينة، كان فيه مشاكل طارق. لا، ده انا لازم اطلع عن امه، ده انا كرهه، ده لا استنى، يبقى ما تدخلش المناقشة. احنا قلنا لما تنزل تخش حوار اتحرر من الاحكام السابقة، اي حاجة سابقة ارميها على جنب. رغباتك بقى، كنت بتحبه زمان، كنت بتكرهه زمان، كان حبيبي كان مش صديقي، ماليش دعوة، انسى. احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم في موضوع. ارجع تاني، اذن لازم الانسان يتحرر من اي ميول سابقة. الانسان الذاتي زي ما قلت لك ان هو بيمشي ورا ميوله ورغباته وعواطفه ومشاعره، وزمان ابن عمي وابن خالي. لا، خليك انسان موضوعي. الموضوعية عكسها بقى البعد عن الميول والرغبات والاهواء ومزاجك والحاجات السابقة. ابعد عن الحاجات دي. انا انسان موضوعي، انا ابن النهارده هكلمك، هنسى اللي فات كله، وسيبك بقى من ان انا كنت بحبك او بكرهك، كان في مشاكل بين ابويا وابوك، كان واخد اختي ومضايقها. لا، انسى الكلام ده كله. انا دلوقتي بتناقش في موضوع محدد، لازم التزم بهذا الموضوع. سيبك بقى من الاحكام السابقة ورغباتي وكان بيحبني وكان بيكرهني. لا، الكلام ده مش عندي. عشان كده خدوا بالكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ والله لو فاطمة بنت محمد سرقته هقطع ايديها. شوف ده بقى، يعني منزه من الخطأ. ده بيقول لو بنتي سرقت هقطع ايديها، يعني بقى لا تقول لي لا ذاتية ولا ماشي ورا ميوله ولا رغباته ولا عواطفه. لا، ده الرسول مستبعد. والله لو بنتي سرقت هقطع ايديها. احنا دلوقتي هل لو ولادنا سرقوا بنقطع ايديهم؟ احنا للأسف ماشيين ورا ميولنا ورغباتنا وعواطفنا ومشاعرنا. لا، الحوار انسى الكلام ده كله، ده اللي فات مات. لكن احنا ولاد النهاردة يبقى اول خاصية انه يكون في طرفين وكل واحد يحترم التاني. 2، ان احنا ما نتعصبش وما تدخلش وانت متمسك متشبث برأيك، ما تبقاش عندك جمود. خد بالك الكلمات دي بتأكد الكلمة دي. لما تلاقي يقول لك الجمود، دماغك حجر، دماغك ناشف، متمسك متشبث، يبقى تختار التعصب. بيكلمك بقى كنت بحبه زمان، ده انا ميال لي، ده كان حبيبي، ده كان اخويا، ده لا، اتحرر من الكلام ده كله. طيب، رقم 4، قبول الجميع بالحوار الفلسفي ايا كان موضوعه. قبول الجميع الحوار ايا كان موضوعه. بص، انا هقبل واحنا بنخش دلوقتي واحنا داخلين يا باشا، لو فرضنا عليك حاجة هتقول ايه؟ هقول سمعا وطاعة. بص، لو اقتنعت هقبله، ده اساسي. مش هبقى متكبر، مش هقول لا مانيش قابل وطز في الجميع. لا يا حبيبي، لازم نقبل بالحوار اللي موجود ده ايا كان موضوعه. استناد الحوار الفلسفي على الدليل العقلي. معلش، ما لازم كل كلمة وانت بتتحاور مع الطرف الاخر تكون بالادلة والبراهين العقلية. احنا عن ربنا دايما بيقول ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يبقى لازما كل الكلام بتاعك في الحوار يكون بالأدلة والبراهين. استناد الحوار الفلسفي على الدليل العقلي. تديني دليل كده يقنعني، ما تقوليش نادر وحش كده وخلاص، هو مزاجي كده. لا، ده عند ام ترتر، لا مؤاخذة، مش عندنا. وليس على التأثير العاطفي او الانفعالي. زي ما بقول بقى، مش هقبل بعواطفي ومشاعري. النقطة اللي فاتت اللي هي رقم 3، انا مش همشي على رغباتي والحاجات السابقة، وبيأكدها لي في النقطة رقم 4 اهو، مش همشي على مشاعري وعواطفي. مش همشي على كل حاجة اخدها بالدليل. زي القاضي بالظبط. القاضي بيبقى الطفل بيبكي وامه محكوم عليها بالاعدام، لو خدت العاطفه هيبرأ الام عشان ابنها اللي بيعيط. لا، وبياخد الادله العقليه، ملوش دعوه بالعاطفه. تمام يا مستر.
كده قبل ما اسيبكم، مهارة التحليل والتركيب ان شاء الله نعمل لها فيديو صغير خاص بيها، بس لا تنساني من صالح الدعاء لي ولوالدي رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأن يبارك الله لي في أمي وإخوتي وأبنائي وزوجتي، آمين يا رب العالمين. اوعى تنسى تعليق كده بسيط ولايك محترم منك. كان معكم نادر الدسوقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.